السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على كل اللي متابعين صفحتي، ويا رب إن شاء الله كده يبقى يومكم سعيد. النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا عن رقم مهم جدا في البرازيل، ولازم الكل يبقى معاه، وهو رقم السي بي اف. لازم كل واحد يحافظ على السي بي اف بتاعه نظيف، انضف من نظافته الشخصيه لو عايز يعيش في البرازيل محترم. قبل ما نبتدي في الحكايه والتفاصيل وازاي تطلع سي بي اف وايه هو السي بي اف، اتمنى ان انتوا تصلوا على النبي وتعملوا لايك وفولو وشير عشان المحتوى ده يوصل لكل اللي مهتمين بيه باذن الله. يا ترى بقى ايه هو السي بي اف؟ السي بي اف هو الرقم الضريبي البرازيلي للافراد، ولابد على كل مواطن برازيلي وكل مقيم برازيلي واي شخص مقيم على ارض البرازيل او سايح في البرازيل او عايز يعمل معاملات ايا كان نوعها، شراء عقار، فتح حساب بنكي، شراء اونلاين، ايا كان الشكل، لابد ان يحمل هذا الرقم اللي هو الرقم الضريبي البرازيلي للافراد، اللي هو السي بي اف زي ما بقول لكم. الرقم ده بيطلع من جهه اسمها الهيسيتا فيدراو. الهيسيتا فيدراو هي الجهه المختصه باصدار هذا الرقم الضريبي للافراد، ولا يشترط فيه انك تكون برازيلي او معاك اقامه او اي حاجه غير انك تتوجه وانت داخل البرازيل الى هذه الجهه، ودي موجوده في كل مدينه. هيسيتا فيدراو هنزل لكم اسمها على الشاشه، تمام؟ موجوده في كل مدينه. هتتوجه ومعاك باسبورك لو انت اجنبي تماما وما معكش اقامه ولا حاجه خالص، وهتوريهم الباسبور وهتوريهم مكان السكن بتاعك، هيطلب منك مكان سكن ورقم تليفون للتواصل، والموظف هيساعدك في ملء البيانات كلها بشكل كامل، وهيصورك مع رقم مع الباسبور ومع ختم الدخول بتاعك، صورة كده حاطط الباسبور جنب وشك، الموظف بنفسه هو اللي هيصورها لك، وبعد كده هيتم اصدار السي بي اف بشكل مجاني كامل بدون الاستعانة بأي شخص ايا كان من هو. سي بي اف هو اللي بيمكنك من انك تعمل اي معامله داخل ارض البرازيل، سواء كنت بتعمل المعامله دي من خارج الدوله او من داخل الدوله. يعني لو عايز تشتري عقار وانت اجنبي، مش مطلوب منك غير رقم السي بي اف وجواز سفرك فقط لا غير، حتى لو ما كانش معاك اقامه، لان العقار في بعض الاحيان بيبقى من الشروط المسببه للاقامه او من الحاجات اللي بتدي اقامه. تشتري اونلاين، تعمل كارت السوس او الكارت الصحي، وده هيبقى له يعني فيديو اخر لوحده منفصل. تستفيد من اي حاجه داخل البرازيل. حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا، لابد ان يكون هذا السي بي اف نظيف تماما، انضف منك شخصيا، لازم تهتم بنظافته، لان تسويد السي بي اف او اي معامله خاطئه على السي بي اف بتعمل مشاكل لهذا الشخص. ازاي؟ هقول لكم حالا. اكتر جمله هتسمعها في البرازيل لو رحت سوبر ماركت او رحت في حته، سي بي اف نانوتا، يعني نحط لك رقم السي بي اف على المعامله اللي انت بتعملها. دي اكتر كلمه هتسمعها في البرازيل. اي معامله بتحصل زي ما قلت لكم بيبقى محتاج فيها رقم السي بي اف. المعاملات بقى اللي بيحصل فيها مشاكل، يعني مثلا انك تطلب حاجه كريدت وما تدفعهاش، ان قسط معين يجي لك وما يدفعش في ميعاده، ان فاتوره تتاخر عليك، اي معامله فيها مشاكل السي بي اف بتاعك بيسود، بينزل منه سكور، وده بيأثر على معاملاتك في البلد. ففي ساعتها حجمك الائتماني او حدك الائتماني بينخفض، فتلاقي بقى الكريدت كاردز ما بتطلعش بسهوله، القروض ما بتقدرش تاخدها، اي معامله ماليه ليك في البلد بيبقى فيها مشكله لو السي بي اف بتاعك اتسود باي شكل من الاشكال. فحذاري من ان السي بي اف يتم تسويده بسبب فاتوره ما اتدفعتش او غيره. طيب يا ترى هل في رقم اخر له علاقه زي السي بي اف كده؟ في السي ام بي جوتا، ده بيطلع للشركات. طب هل لو انا عندي شركه او معايا رقم سي ام بي جوتا يغني عن السي بي اف؟ لا،
كل فرد لازم يبقى عنده سي بي اف، سي ام بي جوتا ورقم الشركات له نفس الحد الائتماني. المعاملات لما بتيجي على رقم السي ام بي جوتا بيعلي من حدها الائتماني، تقدر تاخد عليها كريدت، تقدر تعمل كريدت كارد، تقدر تاخد قرض، تقدر تتعامل مع البنوك بشكل احسن، عايز تجيب عقار بالقسط، شقه بالقسط، وهكذا. برضو ده بيبقى شيء مطلوب، وده بيتم من خلال موقع معروف هنا في البرازيل اسمه سيرازا. سيرازا ده هو الموقع اللي بيبقى عليه السكور بتاع السي بي اف بتاعك عالي او وطي، ولو في اي مشاكل جايه لك على السي بي اف بتقدر تعرفها من نفس الموقع ده. وده بيتم تنزيله من ابل ستور ومن جوجل بلاي بمنتهى البساطه يعني للمتواجدين داخل البرازيل. اتمنى يكون الشرح وافي وشافي ومبسط، واي حد عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا في الكومنتات. اتمنى تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير وتهتموا بنشر المحتوى ده لكل المستفيدين بيه. واي حد عايز يستفسر عن اي حاجه يقدر يسيب لي كومنت وانا هتواصل معاه على طول ان شاء الله. اي حد عايز يسال عن الفرص الاستثماريه في البرازيل او الاستيراد، التصدير او غيره، يقدر يسيب لي كومنت وانا هتواصل معاه ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.